بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فهذا هو المجلس 31 من التعليق على التبيان لمعاني الأربعين النووية لفضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى حفظه الله. وكان هذا في ليلة الأربعاء 5 من شهر جمادى الأولى لعام 46 بعد 400 والألف من الهجرة. الحديث 17 عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: 2 حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. رواه مسلم. ترجمة الصحابي: شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام أبو يعلى وأبو عبد الرحمن الأنصاري النجاري الخزرجي، وهو ابن أخي حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فضلاء الصحابة وعلمائهم، نزل بيت المقدس. قال الذهبي: اتفقوا على موته كما قلنا في سنة 58. وقال أبو نعيم في معرفة الصحابة: توفي بفلسطين في أيام معاوية، وعقبه ببيت المقدس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا الحديث من الأحاديث التي تفرد به مسلم عن البخاري، وهو يعني يبين أصلا من الأصول في شريعة الإسلام، وأصل الإحسان. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ويتبين ذلك إن شاء الله. لكن نشير إلى أن الصحابي وشداد بن أوس رضي الله عنه، كما قيل في ترجمته، من أفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي روى لنا هذا الحديث الذي فيه هذا الأصل. هذا يبين لنا مدى عظم الجهاد الذي جاهده الصحابة لحفظ هذا الدين. فتجد بعض الصحابة تفردوا بأحاديث لم يرويها غيرهم، مما حفظ به ربنا ديننا. فلذلك من لم يدرك فضل الصحابة أو استخف بجهادهم كالذي لا يدرك الآن فضل العلماء ويستخف بجهادهم، لأن العلماء هم الذين حملوا أو ورثوا هذا عن الصحابة، الذين طبعا يحملون منهج الحق، لا أتكلم عليه العلماء السوء. هؤلاء هم هؤلاء المنافقون قديما الذين كانوا يستخفون بالصحابة، هم كالمنافقون حديثا الذين يستخفون بالعلماء الذين يحملون منهج الصحابة، ويستخفون بجهود الصحابة، كذلك يستخفون بجهود العلماء، ويسخرون من الصحابة، كذلك يسخرون من العلماء، مع الفارق طبعا، لكن نتكلم عن الأصل. فلذلك الصحابي الذي يروي حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يتفرد به، هذا أعظم من كل هؤلاء، حفظ لنا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء على النقيض قد يضيعون عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ليتهم حفظوا حديثا، لا، يضيعون أحاديث. نعم. ويسعون فسادا في هذه الأمة. فهذا شداد بن أوس بن ثابت نعم من الأنصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن نصر هذا الدين برواية مثل هذا الحديث. فهذه عبرة. ينبغي على طالب العلم لما يقرأ تراجم الصحابة أن ينتبه وأن يتدبر في يعني تراجم هؤلاء، لأنهم بلا شك
من أعظم الناس بعد الرسل. الله عز وجل اصطفاهم واختارهم لرسوله صلى الله عليه وسلم. فحري بكل طالب علم أن يعتني بتراجم الصحابة، وأن يقرأ قراءة المتفحص المتدبر. نعم، تفضل. معاني المفردات. قوله كتب أوجب شرعا. قوله فإذا قتلتم. وهنا طبعا وقال أنه الشداد بن توفي في سنة 58، وهذا كان في خلافة معاوية، لأن معاوية رضي الله عنه قد توفي في العام 60 رضي الله عنه، وبلا شك من أفاضل خلفاء هذه الأمة، ليس كما يقول الروافض قاتلهم الله. نعم، تفضل. قوله كتب أوجب شرعا. قوله فإذا قتلتم أي القتل الذي أباحه الشرع، نحو القصاص من القاتل. قوله فأحسنوا القتلة بأن تختاروا أسهل الطرق وأخفها للقتل وأسرعها زهوقا. قوله وإذا ذبحتم ما يحل ذبحه من الغنم والماعز والبقر والإبل وغيرها. قوله فأحسنوا الذبحة بأن تترفقوا بالبهيمة وبإحداد الآلة، والتسمية ونية التقرب بذبحها إلى الله مع قطع الوجين والبلعوم بسرعة وقوة. يعني الذبح له آداب وأحكام في الشرع، وهو أفضل وسيلة التي فيها الرحمة بهذه الذبيحة، على خلاف ما سن الكفار الذين يدعون الرحمة بالحيوان، وعندهم جمعيات الرحمة بالحيوان، يدعون أن هذه الطريقة في الذبح اللي باستخدام السكين والشفرة، ما إحداد هذه الشفرة والمرور بقطع الوجين والبلعوم، أن هذا يعد تعذيبا للحيوان. هذا من عظيم جهلهم. فيلجؤون إلى وسائل أخرى هي أشد على الحيوان وتضر بلحم هذه الذبيحة. الصعق بالكهرباء والخنق، هذا كان في الجاهلية وما زال موجودا في بلاد الكفر التي تدعي الحضارة. يستخدمون وسائل أهل الجاهلية التي حرمها رب العالمين في كتابه، والمنخنقة والموقوذة والمتردية إلى آخره. هذه الوسائل والتي يستخدمونها في إزهاق روح الحيوان حتى يأكلوا لحمه، يستخدمون وسائل أهل الجاهلية ويدعون أنها هي التي ترحم الحيوان. والله ليست رحمة، بل هي قمة العذاب. يعني لو أخذنا مثالا بالصعق بالكهرباء، هذا عذاب، هذه ليست رحمة. فالله عز وجل أرحم بهذه الذبيحة من هؤلاء، ولكن سن لنا سبحانه هذه الطريقة في الذبح. وكما وصى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه أمرنا بإحسان الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. هذا الإحداد يجعل السكينة تمر سريعا حتى يتم الأمر في لحظات، مما لا يكون سببا في تعذيب هذه الذبيحة. وهذا أمر قدره الله عز وجل عليه. فشتان بين شريعة أهل الكفر وبين شريعة الإسلام. نعم، تفضل. قوله شفرته بفتح الشين آلة الذبح نحو السكين،
يستفاد منه أولا الأمر بالإحسان في كل شيء من قول وفعل، بدءا من قول لا إله إلا الله إلى أدنى شعبة وهي إماطة الأذى عن الطريق، لكن إحسان كل شيء بحسبه. فالإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة الإتيان بها على وجه كمال واجباتها، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب. وأما الإحسان فيها بإكمال مستحباتها فليس بواجب. والإحسان في ترك الحرمات الانتهاء عنها وترك ظاهرها وباطنها، كما قال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب. وأما الإحسان في الصبر على المقدورات فأن يأتي بالصبر عليها على وجه من غير تسخط ولا جزع. والإحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم القيام بما أوجب الله من حقوق ذلك كله. والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب إزهاق نفسه على أسرع الوجوه وأسهلها من غير زيادة في التعذيب، فإنه إيلام لا حاجة إليه. وهذا النوع هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ولعله ذكره على سبيل المثال أو لحاجته إلى بيانه في تلك الحال. نعم، يعني الإحسان هو مقام عظيم، منه ما واجب ومنه ما مستحب. فليس الإحسان مستحبا على كل الأحوال، لا، هناك ما هو واجب، يعني قدر من الإحسان يجب، نحو ما جاء في الأمر بالإحسان في ذبح الذبيحة، هذا واجب. يعني يجب على الذابح أو على الجزار أن يفعل ذلك حتى يريح الذبيحة. وكذلك الإحسان في أعظم شيء وفي كلمة التوحيد، أن يحسن قولها، أن يحسن التلفظ بها، أن يحسن فهم معناها، أن يحسن العمل بمقتضاها بلوازمها، هذا كل من الإحسان الواجب. نعم. وكذلك في كل الواجبات قدر واجب من الإحسان، هناك قدر مستحب، وهي الكمالات نعم التي تكمل وهي هذا الواجب. نعم، تفضل. ثانيا، لفظ الكتابة يقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء والأصوليين. ثالثا، كتابة الله تعالى نوعان: كتابة قدرية وكتابة شرعية. الكتابة القدرية لا بد أن تقع، والكتابة الشرعية قد تقع من بني آدم وقد لا تقع. مثال الأول قول الله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فهذه كتابة قدرية. ومثال الثاني قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أي كتب كتابة شرعية. نعم، يعني هذه الكتابة وما يتعلق بالكتابة القدرية وما كتب في اللوح المحفوظ. الله عز وجل أمر القلم فكتب كل ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كما جاء في الحديث. هذه كتابة الأقدار نؤمن بها. نعم. وهناك كتابة شرعية، أي المقصود بها التشريع، أحكام الشرع التي كتبها الله علينا، أي أمرنا بها. نعم. هذا هو المقصود بالكتابة الشرعية. نعم. رابعا، إحسان الذبحة بأن نذبحها على الوجه المشروع. والذبح لا بد فيه من شروط: أولا أهلية الذابح بأن يكون مسلما أو كتابيا، فإن كان وثنيا لم تحل ذبيحته، وإن كان مرتدا لم تحل ذبيحته. نعم، يعني تحل ذبيحة النصراني واليهودي كذلك إن كان من أهل الكتاب. نعم. وهذا يعني
مما قد يشكل على البعض، لكن الله عز وجل أحل لنا ذبائحهم. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال عبد الله بن عباس في تفسير هذه الآية: طعامهم ذبائحهم. لأن الطعام الآخر لا إشكال في حله. يعني مثلا زرعوا شيئا، هذا حلال، الأصل فيه الحلال. زرعوا خضروات، زرعوا فاكهة، هذا لا إشكال في حلها. ما الذي أحله الله لم يطعم أهل الكتاب؟ صنعوا طعاما بأي وسيلة من الوسائل، هذا الأصل فيه إنه حلال. طبعا في مسألة الأواني فيها التفصيل جاء في الحديث. مسألة أواني أهل الكتاب، نتكلم على أصل الطعام. أصل الطعام، الأصل في الطعام الذي يصنعه أهل الكتاب أنه حلال، لكن ما الذي خص بالحل الذي هو فيه إشكال؟ الذبائح. لأن النصرانية أو اليهودية إذا باشر الذبح بنفسه، هذا هو اللي فيه الإشكال. فجاء تفسير عبد الله بن عباس يرفع هذا الإشكال. قال: طعام ذبائحهم التي أحلها الله لنا بصريح القرآن. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فلا يأتي أحد يقول هذا النصراني وهذا اليهودي ويكفر بالله. نعم، الله عز وجل علم أنه يكفر، أنه كافر وأنه مشرك، لكنه سبحانه استثناهم من الكفار، استثناهم من عموم الوثنيين من أحل لنا ذبائحهم لحكمة يعلمها سبحانه. لكن متى لا نأكل من ذبيحة النصرانية واليهودية؟ إذا سمعنا مباشرة أنه جاء مثلا هذه الذبيحة أمام أعيننا، سمعنا وقال باسم المسيح مثلا، لا نأكل. لكن ما نعلم، لا نعلم هل سمى بتسمية الله، يعني هل سمى باسم الله أو سمى باسم المسيح أو باسم عزير أو باسم أحد من معظميهم، لا ندري. هنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في الحديث الذي أخرجه البخاري، أنه قال: يأتينا لحم يعني من لحم المشركين لا ندري هل سموا عليه أم لا، فقال: سموا الله أنتم وكلوا. من ذبائح الكتاب، سموا الله أنتم وكلوا، من ضمننا لا ندري. إذا درينا لا نأكل، لكن نتكلف أو نتنطع، لا، ما نتكلف ولا نتنطع. هذا التكلف والتنطع الذي عليه الخوارج، هذا ليس من هدي السلف. لو يريد أن يتأكد هل سموا أم لم يسموا، لا، ما نسأل. الأصل أن الله أحل لنا ذبائحهم، نعم، إلا إذا علمنا كما قلت أنهم يعني تيقنا أنهم لم يسموا الله أو أنهم سموا باسم المسيح مثلا، أو تيقنا أنهم استخدموا وسيلة غير جائزة في الشرع نحو الخنق والإيش والصعق بالكهرباء. إذا تيقنا مثلا علمنا هذا المصنع يصنع أو يعني يغلف الذبائح عن طريق الصعق بالكهرباء، هذا لا نأكل منه. علمنا أن هذا اللحم يأتي من بلاد هم الأصل عندهم أنهم لا يستخدمون وسيلة الشرعية في الذبح، لما يصعقون بالكهرباء، عندهم ما عندهم إلا الصعق بالكهرباء. تأكدنا من هذا، لا نأكل. فهمتم يا عباد الله؟ هذا هو الفرق. نعم. طيب. ثانيا، أن تكون الآلة مما يباح الذبح بها، وهي كل ما أنهر الدم من حديد أو فضة أو ذهب أو حصن أو قصب ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ومعنى أنهر الدم أي أساله، فلو أن إنسانا ذبح بحجر له حد وأنهر الدم فالذبيحة حلال، إلا أنه يستثنى شيئان: السن والظفر. علل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، أي سكاكين الحبشة. الحبشة أثيوبيا الآن، التي فيها السد، هذا الذي يسمى بسد النهضة هو سد أثيوبيا، ليس فيه نهضة، بل هو من صنع اليهود. يعني اليهود صنعوه لمحاربة المسلمين في مياههم، في مياه نهر النيل. أثيوبيا هي بلاد الحبشة، والتي كان من ملوكها النجاشي الذي أسلم دون قومه، سبحان الله. يعني أسلم النجاشي وكان من ملوك الحبشة، ولم يسلم قومه في تلك الفترة إلا يعني من كان منهم مما قد لا نعلمه.
الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن استخدام مودة الحبشة، السكاكين التي يستخدمها أهل الحبشة في الذبح. نعم. وكذلك نهانا عن هذا السن أو الذي يعد عظما أن يستخدم في الذبح. إنما ما كان دون ذلك مما لو حد، حتى ولو كان حجرا، كان العرب قديما يذبحون بحجر له حد، يصنعون السكين من الحجر، لكن له حد يذبح. والشاهد أن إنهار الدم شرط في حل الذبيحة، أن لا يحتقن الدم في الذبيحة. هذا الاحتقان يفسد الذبيحة. بل على الذابح أن يقطع البلعوم والوجين، وأهم شيء الوجين، لأن بهما يتم انهار الدم، والعرقان الناتئان على جانبي رقبة الذبيحة، أن يتم قطع هذين الوجين. ليس الإشكال في البلعوم، الإشكال في الوجين، لأن بهما أو بقطعهما يتم انهار الدم. لذلك تجد أنه إذا تم قطع الوجين سال الدم سيلانا شديدا. هذا هو الإنهار الذي به تحل الذبيحة. ثالثا إنهار الدم أي إسالته، ويكون إنهار الدم بقطع الوجين، وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم، وهذان العرقان متصلان بالقلب، فإذا قطع انهال الدم بكثرة وغزارة، ثم ماتت الذبيحة بسرعة. نعم، هذه الحكمة في الأمر بهذا. نعم، لأن هذين العرقين متصلين أو يتصلان بالقلب مباشرة، فعن طريق قطعهما يتم إذهاق روح الذبيحة بدون أن تتألم كثيرا، وكذلك مما يجعل لحم الذبيحة طيبا. وأما احتقان هذا الدم في الذبيحة يجعلها غير طيبة. لذلك هؤلاء الكفار الذين يسعقون الذبيحة أو البهيمة بالكهرباء أو بالخنق فيظل الدم محتقنا، هذا يفسد لحمه ويجعله ليس طيبا، وهذا من جهلهم ومن غبائهم في التعامل مع الذبائح. لا يعقل لهم، لا يعقلون، لا يعقل إلا من عقل منهم قد يعترف يعني بجهلهم في هذا، ويعترف بفساد هذه الطريقة من بعض العقلاء منهم. نعم، والإنصاف واجب بلا شك. تفضل. رابعا ذكر اسم الله عليها عند الذبح، بقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. نعم. طيب، وبهذا نكون انتهينا من الحديث 17، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.